بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا ومرحبا بالأخوة الأعزاء. في الحلقة السابقة تحدثنا عن مراتب السير والسلوك الخمسة. قلنا التخلية والتحلية والتزكية، هذه تحدثنا عنها. اليوم نأخذ مراحل أو مقامات السالكين أو منازل السالكين إلى 10. عندنا 10 مقامات اللي ذكروها للسالكين في هذه طريق المعنويات وطريق العرفان. بداية أول شيء اليقظة، إنسان يستيقظ، كان غافل يستيقظ، بعدين يصير توبة، بعدين يصير تفكر، بعدين يصير زهد، بعدين يصير 10 مقامات. هسه احنا ما عندنا وقت كل هاي 10 نتحدث عنها، فاليوم نقتصر على 2 3 كل يوم. اليوم ناخذ مقام اليقظة، وبعدين المقام الثاني مقام التوبة. اليقظة اللي ذكروها يعني الناس العاديين، احنا نسميه التراثي، يعني انسان المجتمع ما قبل حداثة، مو الشباب هالزمان. شباب هالزمان اصلا يقظة من الدين اصلا. عندنا 2 يعني يقظة. اللي ذكروه يقظة العادية، يعني إنسان شباب خصوصا مشغول بالدنيا والملذات، وخصوصا إذا أبناء التجار، أبناء الملوك، يعني ذول اللي يعني في غفلة عن هاي الشهوات وأصدقاء السوء. فمرة فجأة يصحو يستيقظ. شلون؟ مثلا حادثة تصير، يروح سجن مثلا، بالسجن يفكر، صار هاي عمره 30 سنة قضاها بالملذات. زين، هذا يذكرنا بالابن الضال اللي السيد المسيح يضرب مثل. الابن الضال اللي اخذ الورث من ابوه وراح بدده سنوات باصدقاء السوء الى ان افلس وصار فقير وصار، فرجع الى وضعه، الى عقله، وتاب وندم وقال انه ارجع الى ابي لعله أن. فهذا معناته اليقظه. عندما يصطدم الانسان اما سجن اما حادثه مثلا تصير، هو شباب مغرور بالشباب والصحه والسلامه والقوه، فد مره يصير حادثه سير مثلا، فيفقد هاي القوه، يفقد هاي الاموال، مثلا عنده شركات وكذا، مشغول بالدنيا، وذا يصير افلاس. حد السوق بورصه كذا، يصير عندنا يصير احيانا ينتحرون دول التجار، في مره يصير مفلس. هذه اليقظه. اليقظه تستدعي 3 امور. عندما يستيقظ هذا الانسان العادي التراثي، فيجب عليه انه شنو؟ يعرف النعمه، ويعرف المنعم الله، ويعرف ماذا يريد الله منه، يعني ترك المحرمات والرذائل والاتيان بالواجبات، يصير متدين بعد اليقظه. هذا الانسان التراثي. اما الانسان الحديث يعني الحداثوي، اليقظه عندنا يقظه من اليقين، مو من الدنيا وملذات وشهوات. اليقظه من اليقين. شلون يقين؟ يعني كان عنده يقين انه هذا مذهبه ودينه صحيح، واذا به يتهدم هذا الدين لما يعثر انه يشوف انه هذا الدين مثلا كان وهابي بالسعوديه ومتصدب ومثلا تكفيري، فيصير يطلع على مثلا هاي مثلا
المذاهب الجديدة الحداثة، يروح يسافر للخارج، أو يجي العراق هو التكفيري يريد يفجر نفسه يصير بالسجن مثلا، وإذا به ينتبه أنه هذا المذهب اللي عنده كان على خطأ على باطل، أو أصلا يشك كل الدين الإسلامي. أنه هواية كثير منهم سمعوا محاضراتي في النقد الدين، واثبتت انه هذا القران ليس كلام الله، مو من الله، هذا كلام الهي مقدس محترم، بها مواعظ وكذا، لكن بها اباطيل. فانصدموا، فصار شنو؟ الحيره الانسان التراثي، اليقظه من شنو؟ اليقظه من هذه الدنيا والشهوات. هنا مقام الحيره، اول مقام الحيره بالنسبه لهذا وايد يستصون به، انه يقول احنا احتارينا ما ندري شو نسوي، بعد ان افتهمنا انه هذا كل اللي عندهم مذهب حتى الشيعه او سنه او مسيحيه انه باطل. كل المذاهب اللي اول انسان اللي يتربى عليها 10 سنوات 15 سنه كلهم باطل، لانه هذا دين المجتمع، فرضه على المجتمع. انسان اذا وصل لمرتبه عقلانيه وتفتح الوجدان في 20 سنه 25 سنه، طلع على امور، يجب انه يكتشف نواقص في مذهبه، مو الا كله باطل، لكنه بنواقص، ما يصير كلها 100 200 مثلا عقيده في كل مذهب كلها صحيحه. زين، هسه شنو نسوي؟ هذا اللي هاي مقام الحيره، الانسان الحداثوي، الشباب هالزمان لما يشوفوا خدع انه هذا القران كلام الله، والقران احكام الاسلام الى يوم القيامه، وكلهم باطل. يعني هذا المتدين يصير جزمي، يصير متعصب، يصير هذا لانه متدين. هذا المتدين والصلاه والصوم وكذا، هذا ما عنده يقظه مثل ما الاول، يقظه من الشهوات ومن الدنيا، لا هو ملتزم، مو اهل دنيا واهل شهوات، لازم عنده واجبات وانتهاء عن المحرمات وملتزم بالدين. لكن فجأة يصير عنده حيرة لما يكتشف انه في هذا العقيدة نواقص، ويمكن كله باطل مثل الوهابية وذولا، حتى توحيدهم باطل. زين، فهذا شنو اللي عنده يجب عليه انه عندما يكتشف هذا؟ اول شيء يجب انه يفتهم انه هذا الله يحبه، اللي هذا مقام الحيره في النعمه. ليش؟ لانه هذا ينتقل من الجزميه، يعني من الجهل المركب. كان الجهل مركب عنده انه هذا كل دينه صحيح ومذهبه صحيح، جهل مركب. لما يصير حيره يصير جهل بسيط. هذا جهل بسيط الى حل، الى يعني يمكن يكتشف الحلول. اما اذا عنده جهل مركب ويقين بكل ما عنده مذهبه صحيح، ما يمكن انه يتغير، وما يمكن يصلح نفسه فيبقى. فهذا نعمه، هاي الحيره. انه انا احيانا يعني اشوف ان ذول الشباب اللي يتاثرون بهاي محاضراتي او في الحداثه، هذا نعمه، لكنه لا يصير رد فعل بحيث ينسف كل شيء. لا، انسان حيره ياخذ الجيد ويترك، يعني يصير عنده حاقد. اشوف بعض الاحيان حاقدين على الاسلام، حاقدين على النبي، يدورون معايب النبي او معايب والله، حتى حاقدين على الله وسبوا وشتموا الله. اصلا شو اللي ربط ان الدين باطل؟ اصلا النبي هو الدجال مثلا، انت شو والله شو خلص؟ هذا شيء، هذا رد فعل، هذا افراط وتفريط. لكن قبلا كان افراط في التدين، هسه صار تفريط في الدين كله، والله يصير كافر ملحد، يصير بعد من
كالمستجير من الرمضاء بالنار، من الحفرة يطلع يروح البير يوقع بالبير. هذه فالمطلوب من هذا الشخص أنه هو يواجه أنه ما الحقيقة. 3 أمور يواجهها. شلون ذاك التراثي 3 أمور: أي النعمة، معرفة النعمة، معرفة المنعم، معرفة ماذا يريد المنعم الله. هنا الحداثي، الشباب الحداثي عليه أنه يواجه هاي الأسئلة: ما الحقيقة؟ هذه هو النعمة